ما تروحش المتحف المصري الكبير. بجد مش هتستحمل اللي هتشوفه واللي هتسمعه. أول ما تروح هتلاقي تمثال رمسيس الثاني. التمثال ده شاف كمية بهدلة من يوم اكتشافه، تحسه كده تمثال عنيد وناطق وشاهد على مصر من أول العثور عليه وهو متكسر 6 قطع سنة 1820 في قرية ميت رهينة في البدرشين، وفضل مكانه لحد سنة 1955، وبعديها اتنقل لباب الحديد اللي اتحول الميدان لاسمه، ومن يومها بقى اسمه ميدان رمسيس. باب الحديد اللي اتبنى في عهد صلاح الدين الأيوبي ومفضلش منه غير جزء مختفي في البيوت في الفجالة. ويجي تمثال من أيام الفراعنة يقف شامخ وسط الميدان ويحول الميدان لاسمه، ويزيح تمثال نهضة مصر من مكانه واللي اتنقل للجيزة قدام جامعة القاهرة لحد سنة 2006 تم نقله للمرة التانية، وده كان بسبب التلوث البيئي واهتزازات القطورة والمترو اللي كان بيعدي من تحته. اتنقل في موكب مهيب شهده كل المصريين. النقل التاني ده كان فيه خطورة كبيرة جدا لأنه كان هيتم نقله وهو واقف عمودي، وحذرت الشركة الألمانية اللي كانت مشرفة على نقله في المرة الأولى سنة 54، ولكن نجحت شركة المقاولون العرب في تنفيذ عملية النقل بسلام. وده بعد عمل بروفة على تمثال بديل بنفس الطول والوزن، واللي كان بيبلغ طوله حوالي 11 متر ووزنه 83 طن. والله وعملوها الرجالة. التمثال مستمد شخصيته وهيبته الملك رمسيس الثاني، صاحب أكبر عملية توسعات للدولة في عهده، وأول من عقد معاهدة صلح في التاريخ. بعد انتقال تمثال رمسيس فضل الميدان باسمه، وتعدي الأيام وتغير اسم المحطة لمحطة الشهداء، ولكن تفضل التسمية الشعبية هي المسيطرة على الميدان. وفي سنة 2018 اتنقل التمثال للمرة الثالثة اللي مقره الحالي في المتحف المصري الكبير، واللي تم إذاعته على الهواء وقتها. وجود تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير ده أضاف قيمة كبيرة للمكان. التمثال اللي مازال محتفظ بشموخه وابتسامته في المكان اللي يليق بيه بالقرب من الأهرامات. وده يخليني أقول لكم إنه أحيانا مش بتكون محتاج أكتر من إنك بس تغير مكانك أو تغير البيئة اللي أنت فيها علشان تقدر تلمع. ما تروحش المتحف المصري لو هتتصدم زيي وتلاقي نضارة بتلبسها بتشرح لك كل حاجة بصوت أحمد حلمي من غير ورق ولا مرشد ولا مجهود. ما تروحش لو مش مستوعب إن بلدك عملت أكبر متحف في العالم على مساحة 500,000 متر مربع. ده المتحف الوحيد اللي كل آثاره مش مسروقة. انت متخيل إن المتحف ده معمول على مساحة خضراء، وإنه أكبر متحف في العالم علشان يقدر يحافظ على الآثار من الرطوبة والهواء والعوامل البيئية. ما تروحش المتحف لو مش مستعد تشوف أغلى قطعة أثرية في العالم لا تقدر بثمن، قناع توت عنخ آمون، أغلى قطعة أثرية على وجه الأرض. 11 كيلو ذهب صافي وأحجار نادرة ومصنوعة في شكل متقن وبحرفة رهيبة. وهنا هحب أعرفك عن قصة توت عنخ آمون. ابن حتب الرابع اللي هو هيكون أبو توت عنخ آمون في بداية كان بيعبد الإله آمون زي كل المصريين القدماء في وقتها. بعد شوية قرر يعمل ثورة دينية كبيرة وقال إن في إله واحد بس وهو اسمه آتون اللي هو قرص الشمس، ورفض عبادة باقي الآلهة. ساعتها غير اسمه من ابن حتب الرابع إلى إختاتون، وده معناه الروح الحي لآتون. وعلشان يبعد عن كهنة آمون في طيبة بنى عاصمة جديدة سماها أخيتاتون اللي هي دلوقتي تل العمارنة دلوقتي في المنيا. بعدها مات هو ابن حتب الرابع أو إختاتون. مسك بعديه هو ابنه توت عنخ آمون، مسك العرش وهو عنده حوالي 9 سنين. وطبعا بعد وفاة أبوه الكهنة والشعب رجعوا للديانة القديمة، وتوت عنخ آمون
كان اسمه في الأول توت عنخ آتون، بس غير اسمه علشان يرضي الكهنة، وبعديها اتجوز أخته الغير شقيقة بهدف إن هو كده بيحافظ على السلالة الملكية داخل العيلة. توت عنخ آمون مات وهو عنده حوالي 19 سنة، وتم دفنه في وادي الملوك. موته كان غامض جدا، في نظريات بتقول إنه تم اغتياله، وناس تانية بتقول كان بسبب غرغرينة ناتجة عن كسر في عظمه في الفخذ، وناس تانية بتقول لأ، ده كان بسبب مرض الملاريا. المقر بتاعه اتنسى لقرون طويلة، ولحد سنة 1922 في محافظة الأقصر كان في ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول. حسين كان بيدور على مية للحمار بتاعه، وقتها لقى سلمة حجرية في الأرض. السلمة دي كانت أول سلمة بتؤدي إلى مدخل مقبرة توت عنخ آمون، فجري وقال للمشرفين اللي كانوا موجودين وقتها، وكان من ضمنهم المشرف العالم الآثار البريطاني اللي اسمه هاورد كارتر. وتم اكتشاف المقبرة، ولما فتحوها لقوها كاملة بكل محتوياها، وقبل ما توصل ليها أي أيادي ولصوص مقابر. أيام الفراعنة كان فيه لصوص مقابر، وده كان أكبر اكتشاف أثري في القرن العشرين. وأخيرا لازم تكون عارف عظمة اللي عندك في بلدك، وإن ده مش مجرد متحف، ده الهرم الرابع حرفيا. ولازم تعرف إن اللي بيحصل كل يوم بيشرفك كمصري، فلو ما تعرفش أهمية ده ما تروحش. الواحد فخور إنه هو ابن البلد دي. ودلوقتي بقى قولي، هتروح المتحف المصري الكبير مع مين؟ أنا نورهان حسن، وده بودكاست لما، ويا رب يكون البودكاست قدر إن هو يفيدكم، واشوفكم في بودكاست جديد. باي باي.